أبطال بريب 1. يلا بينا هنحل دلوقتي مع بعض monthly exercise 1 من كتاب تقييمات الوزارة. ومهم جدا جدا قبل ما تدخل الامتحان الشهر تكون حل كل الأسئلة دي، لأن بإذن الله مش هيخرج منهم الامتحان. أول سؤال معانا سؤال complete بيقول لي elements are classified according to their chemical properties into space in non-metals and space in inert gases. طبعا أنا عندي الميتالز classified according to their chemical properties into metals و non-metals و metalloids وال inert gases. طبعا احنا قلنا الميتالز بيكون ال outermost energy level بيكون فيه يا إما 1 electron أو 2 electrons أو 3 electrons. طيب بالنسبة للنون ميتالز بيكون فيه يا إما 5 إلكترونز أو 6 إلكترونز أو 7 إلكترونز في الأوتر موست إنرجي ليفل. طب بالنسبة للميتالويز طبعا إحنا قلنا إن الميتالويز مش بيكون ليها قاعدة ثابتة في الإلكترونيك كونفيجوريشن في توزيع الإلكترونات. طيب بالنسبة للإنرت جازز بيكون الأوتر موست إنرجي ليفل بيكون completed by electrons. فهنا السؤال اللي بعده بيقول لي the outermost energy level of metals contains. احنا قلنا الميتالز بيكون ال outermost energy level بيكون يا اما 1 او 2 او 3 electrons. يبقى عندي ال outermost energy level of metals contains هقول له less than 4 electrons. لكن عندي النون ميتالز قلنا بيكون يا اما فيه 5 او 6 او 7 electrons، يعني contains more than 4 electrons. يبقى عندي هنا بالنسبة للميتالز ال outermost energy level contains less than 4 electrons، يا إما 1 أو 2 أو 3 electrons. لكن عندي النون ميتالز بيكون فيه more than 4 electrons، يعني يا إما 5 أو 6 أو 7 electrons. طيب بيقولي هنا space are brittle while space are ductile. هنا brittle يعني هش، فأنا عندي طبعا النون ميتالز هما اللي بيكونوا برايتل. طيب مين اللي بيكونوا دكتايل؟ دكتايل ده يعني قابل للطرق، يعني انا ممكن اخبط عليه. طبعا عندي هنا الميتالز or ductile. قلنا مهم قوي التيبل اللي فيه comparison between the properties of metals and non-metals، عليها اسئله كتير جدا. طيب ممكن كمان يقول لي non-metals are bad conductors of space. طبعا عندي non-metals are bad conductors of electricity except الجرافايت. الجرافايت الوحيد هو النون ميتال الوحيد اللي بيكون good conductor for electricity. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي most metals exist in space state. طبعا انا عندي معظم الميتالز بيكونوا in solid state. كمان بيقول لي the only metal that exists in a liquid state. مين الميتال الوحيد اللي بيكون in liquid state at room temperature؟ هقول له طبعا انا عندي الميركوري. الميركوري الميتال الوحيد اللي بيكون في liquid state at room temperature، لكن باقي الميتالز كلهم بيكونوا in solid state. السؤال اللي بعده بيقول لي the bond between metal atoms is called. البوند اللي بتتكون between الميتال اتومز بسميها ايه؟ بسميها ميتاليك بوند. يبقى الميتاليك بوند دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن the bond formed between metal atoms. طيب عندي هنا when metals burn in oxygen، لما يحصل عندي هنا burning للميتالز in the presence of oxygen، ايه اللي هيتكون؟ طبعا اللي بتتكون عندي هنا البيسك اوكسايد. يبقى انا عندي هنا لما هيحصل burning للميتالز in the presence of oxygen هتتكون عندي ايه؟ البيسك اوكسايدز. طيب اللي بعده بيقول لي هنا metals are usually space conductors of heat and electricity. طبعا عندي هنا الميتالز بتكون good conductors of heat and electricity. السؤال اللي بعده بيقول لي the outermost energy level of metal atoms contains. طبعا انا عندي ال outermost energy level of metal atoms قلنا contain 1 or 2 or 3 electrons. طيب عندي هنا all metals are solids. كل الميتالز are solids، لسه قايلينها من شوية. كل الميتالز بيكونوا في السوليد ستيت except الميركوري. الميركوري هو الميتال الوحيد اللي بيكون في الليكويد ستيت. طيب عندي هنا metals are characterized by space metallic and space to hammering and pulling. طبعا أنا عندي هنا الميتالز characterized by metallic luster اللي هو البريق المعدني and malleable to hammering and pulling، يعني قابل للسحب والطرق قبل ان انا ادق عليها كده، ان انا اخبط عليها، وكمان ان انا اسحبها. دي بالنسبة للميتالز. طيب
Space is used in the manufacture of dry columns because it is the good conductor of electricity. طبعا أنا بستخدم هنا الجرافايت in the manufacture of dry columns. طبعا أنا قلت إن الجرافايت ده بيكون non-metal، وهو النون-metal الوحيد اللي بيكون good conductor for electricity، علشان كده أنا بستخدمه in the manufacture of dry columns. طيب اللي بعده بيقول لي a metallic bond is the force of attraction between space and space. الميتاليك بوند من الديفينيشنز المهمة جدا جدا جدا. أنا عندي الميتاليك بوند بتكون force of attraction between حاجتين، between البوزيتيف metal ions وكمان الكلاود of negative valence electrons surrounding them. تعالوا كده نفتكر برضو مع بعض definition of metallic bond من غير ما نحفظه. احنا قلنا ان الميتالز بتكون ايه؟ بتكون positive ions، وبيكون في هنا حوالين البوزيتيف ايونز دي بيكون في ايه؟ بيكون في كلاود، بيكون في سحابة من ايه؟ من الفالنس الكترونز. طيب انا عندي هنا بوزيتيف ونيجاتيف، يبقى هيحصل على طول بينهم ايه؟ هيحصل بينهم attraction. يبقى انا عندي الميتاليك بوند هي الاتراكشن فورس. الاتراكشن فورس دي هتحصل بين ايه وايه؟ هتحصل بين البوزيتيف ميتال اينز، بين البوزيتيف ميتال اينز، وبين كمان ايه؟ وبين النيجاتيف فالنس الكترون كلاود. اهي الكلاود اوف فالنس الكترونز، السحابه من الالكترونات، من الفالنس الكترونز which surround them، اللي هي بتكون حواليهم. الاتراكشن فورس دي اللي بتتكون ديت هي دي الميتاليك بوند. يبقى انا عندي هنا الميتاليك بوند هي ايه؟ هي the force of attraction between حاجتين، between البوزيتيف ميتال اينز وبين ايه كمان؟ وبين الكلاود، السحابه. الكلاود دي بتكون من ايه؟ of negative valence electrons that surround them. الفالنس الكترونز اللي حواليهم اللي هي بتكون كلاود دي بيحصل بينها وبين البوزيتيف اين بيحصل بينهم اتراكشن فورس، فبتتكون عندي الميتاليك بوند. طيب a homogeneous mixture consisting of two or more molten metals is called، طبعا بسمي الكلام ده ايه؟ بسميه alloy. يبقى انا عندي هنا الالوي او السبيكه بنكونها ازاي؟ بنجيب هنا عندنا two or more metals وبنعمل لهم melting. بعد ما نتكون عندي او بيتكون عندي المولتن metals بنبدا ان احنا نعمل لهم mixing مع بعض، فهيتكون عندي هنا homogeneous mixture. هو ده الالوي، هي دي السبيكه اللي عندي. طيب space is the process of converting waste into new usable materials. طبعا انا عندي هنا الريسايكلينج، إعادة التدوير، هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن البروسيس اللي بعمل فيها الكونفرجن للويست، للنفايات into new usable materials، طبعا لماتيريالز بينفع ان انا استخدمها مرة تانية، هي دي الريسايكلينج. طيب اللي بعده بيقول لي هنا برونز الوي. البرونز الوي بتتكون من 95% of space metal and space of ratio of 5%. طبعا انا عندي هنا الالوي عامه بتتكون من metals، فانا عندي هنا البرونز الوي بيتكون من ايه؟ بيتكون من 95% من الكبر، لكن عندي 5% بس من الايه؟ من التن ميتال. طيب بيقول لي هنا examples of monovalent negative atomic groups. هنا عايزني اقول له هنا عندي examples على negative groups، negative atomic groups، بس هنا عندي monovalent يعني عليهم one negative charge. طبعا هقول له زي عندي الهيدروكسيد وزي عندي النيتريت. تمام. طيب عندي هنا examples of divalent atomic groups. هنا عايز بقى هنا atomic groups عليها two negative charges. هقول له زي عندي مثلا السلفيت SO4 عليها two negative charges، زي عندي مثلا الكربونات CO3 عليها برضو two negative charges. طب عندي هنا the only positively charged atomic group is the group space. طبعا احنا الاتوميك جروب الوحيده اللي بتكون positively charged اللي خدناها عندنا هي الامونيوم NH4 positive، while the group space is trivalent. طبعا احنا عندنا هنا الفوسفات اللي هي PO4 هي الوحيده الترايفالنت اللي اخدناها عندنا في المنهج.
طيب اللي بعده بيقول لي هنا acids are classified according to their strength into strong acids such as base and weak acids such as base. احنا قلنا مهم جدا جدا ان حضرتك تكون عارف الاكزامبلز على السترونج acids وكمان على الويك acids، ونفتكر كده مع بعض السترونج اسيدز والويك اسيدز اللي اخدناهم. احنا قلنا السترونج اسيد زي الهيدروكلوريك اسيد ال HCl، والنيتريك اسيد ال HNO3، والسلفوريك اسيد ال H2SO4. وعندنا هنا الويك اسيدز زي الفينيجر اللي هو الدايليوتد اسيتيك اسيد، وزي عندي النيترس اسيد، وكمان زي عندي السلفرس اسيد. يبقى هنا لما هنيجي نقول examples على strong acid هقول له زي عندي مثلا الهيدروكلوريك اسيد ال HCl. طبعا عندي الويك اسيد زي ايه؟ زي مثلا عندي النيترس اسيد HNO2. طيب اللي بعده بيقول لي the number of hydrogen atoms in an acid is equal to the amount of space. انا عندي مثلا اسيد زي HCl، انا عندي هنا كام هيدروجين؟ عندي هنا 1 هيدروجين. ليه عندي 1 هيدروجين؟ لان انا عندي هنا الكلورايد بيكون عليه 1 نيجاتيف تشارج. مثلا عندي هنا ال HNO3، هنا عندي برضو هنا 1 هيدروجين لان أنا عندي ال NO3 بيكون عليها 1 نيجاتيف تشارج. طب عندي هنا ال H2SO4، هبص الاقي هنا عندي 2 هيدروجين اتومز. ليه عندي هنا 2 هيدروجين اتومز؟ لان انا عندي هنا ال SO4 بيكون عليها 2 نيجاتيف تشارجز. يبقى انا هنا عندي the number of hydrogen atoms in an acid بيكون equal to ايه؟ هقول له equal to the amount of the charge of the anion. التشارج اللي موجود على الاناين هي بتكون نفس عدد الهيدروجين اللي موجود في الاسيد اللي عندي. طيب عندي هنا our bodies contain space and space. احنا عندنا هنا بيتكلم عن الاسيدز، فانا عندي اور بوديز فيها زي عندي اللاكتيك اسيدز اللي بيكون عندي في الماسل، وزي عندي الهيدروكلوريك اسيد بيكون عندي فين؟ بيكون عندي في الاستامك. طيب بيقول لي هنا examples of alkalis، عايزني كده اديله 2 examples على alkalis. ممكن اقول له زي عندي الصوديوم هيدروكسيد NaOH، وكمان زي عندي المغنيسيوم هيدروكسيد MgOH by 2. دول كده examples على alkalis. طيب بيقول لي هنا alkalis don't react with each other but they react with space. طبعا انا عندي هنا الالكالايز مش بيحصل بينهم وبين بعض reaction، لكن ممكن يحصل بينهم وبين الاسيدز reactions. يبقى عندي هنا alkali don't react with each other but they react with acids. طيب بيقول لي بعد كده examples of alkalis found in home or عندي هنا التوث بيست معجون الاسنان. كمان ممكن اقول له زي عندي البيكنج سودا من الالكالايز اللي ممكن اشوفها عندي في الهوم، وكمان الديترجنتس اللي هي مساحيق الغسيل والمنظفات والحاجات دي كلها بتكون alkalis found in the home. طيب بيقول لي هنا the first person to identify acids and alkalis was the scientist. طبعا نفتكر كده مع بعض ان انا عندي الساينتست ارينيوس، هو اول واحد عرف الاسيدز وكمان الالكالاي. يبقى هنا هقول له ان انا عندي the first person to identify acids and alkalis was the scientist Arrhenius. طبعا خدوا بالكم الساينس اللي عندنا في المنهج مهمين جدا جدا جدا. اللي بعده بيقول هنا examples of foods that contain acids. انا عندي الفودز اللي فيها acids زي عندي الليمونز، زي عندي الكاتشب، زي عندي الجريبس، كل دول food contains acids. طيب عندي هنا acid space litmus strip while alkali space litmus strip. طبعا انا عندي هنا الاسيدز كانت بتعمل ايه؟ الاسيدز turn blue litmus strip to red، كانت بتحول البلو litmus strip into red color. لكن عندي الالكالاي turn red litmus strip into blue color، العكس، بتحول بقى الريد litmus strip into البلو color. دي بالنسبة للالكالاي. طيب بيقول لي هنا a substance that dissolve in water and produces hydrogen ions. على طول بسميها ايه؟ بسميها الاسيد. الاسيد لما ببدا ان انا احطه في الووتر dissolve in water ويبدا يدينا ايه؟ produce hydrogen ions. لكن عندي بقى العكس a substance that dissolves in water and produces OH ions. مين اللي بحطها بقى في الووتر في dissolve in water و produces hydroxide anions؟ دي طبعا الايه؟ دي
الالكالاي. طيب عندي هنا when an acid reacts with base، ايه اللي بيتكون لو عندي مثلا هنا عندي acid وحصل بينه وبين alkali reaction؟ ايه اللي بيتكون عندي حاجتين، بيكون عندي salt اللي هو NaCl plus water. يبقى هنا هقول له لما بيحصل رياكشن بين الاسيد والالكالاي بيكون عندي ايه؟ salt and water are formed. بيقول لي هنا the ending of an oxy acid whose anion ends in ITE is. طبعا انا عندي هنا الاوكسي اسيد الاناين اللي فيه بيكون اخره ITE، زي مثلا عندي ايه اللي اخرها ITE؟ زي مثلا النيترايت NO2. تعالوا كده نشوف الاسيد كده هيكون HNO2 دوت ايه؟ ده نيترس اسيد. ليه سميته نيترس اسيد؟ لان انا بصيت هنا على الاناين اللي عندي، اللي هو نيترايت لقيت اخره ITE، فبشيل ITE واحط مكانها ايه؟ بحط مكانها OUS. يبقى انا عندي هنا the ending of oxy acid whose anion ends with ITE هتكون OUS. طيب بيقول لي هنا strong alkalis have a pH value space than 7. طبعا انا عندي هنا greater than 7 هتكون alkali و less than 7 هيكون acid. يبقى هقول له strong alkali have a pH value greater than 7. طب عندي هنا الacid rain is produced by the dissolution of oxides of space in a water vapor. طبعا هقول له oxides of non-metals. تعالوا كده نفتكر مع بعض. انا عندي هنا الاوكسايد of non-metals زي عندي NO2 دوت هنا oxide of non-metal، وكمان عندي زي SO2 دوت برضو هنا عندي السلفر دايوكسيد والنيتروجين دايوكسيد، دول كده عندي هنا اوكسايدز اوف نون ميتال. لما يحصل لهم ديسوليوشن في الووتر فيبر هيبدا يحصل عندي ايه؟ هتبدا تتكون عندي الاسيد رينز. طبعا انا عندي هنا النون ميتال اوكسايدز هما الايه؟ هما الاسيدك oxides. فهنا بيقول لي الاسيد رينز produced by the dissolution of oxides of ايه؟ هقول له oxides of non-metals اللي هي الاسيدك oxides in water vapor. فهتكون عندي هنا الاسيد رينز اللي هي الامطار الحمضيه. طيب يقول لي هنا بقى examples of acidic oxides. عندي هنا الاسيدك oxide زي ايه؟ احنا قلنا acidic oxides يعني non-metal oxides. هقول له زي عندي مثلا هنا عندي الكربون دايوكسيد اهو، انا عندي هنا نون ميتال اوكسايد، وزي عندي هنا السلفر دايوكسيد، زي عندي النيتروجين دايوكسيد. كل دي ايه؟ كل دي اسيدك اوكسايدز يعني نون ميتال اوكسايدز. طيب انا عندي هنا the names of acids that don't contain oxygen. لو عندي مثلا اسيد زي ال HCl ما فيهوش اكسجين، هنا بسميه ازاي؟ اول حاجه ببداها بهيدرو، فبيقول لي هنا began with the word هقول له hydro. لكن عندي names of alkalis end with the word. طبعا عندي هنا الالكالايز مثلا عندي الصوديوم هيدروكسيد يبقى end with the word hydroxide. هنا عندي غلطة في الكتاب بيقول لي هنا began، لا طبعا انا عندي هنا الالكالايز end with the word hydroxide. طيب عندي هنا the reaction between an acid and an alkali لسه قايلينها. acid مع alkali produce حاجتين من اسئله الامتحانات produce salt plus water. لسه قايلين الاكزامبل بتاعنا من شويه اهو. انا عندي هنا الصوديوم هيدروكسيد الالكالاي مع ال HCl هيدروكلوريك اسيد مع الاسيد بيكون عندي سولت زي عندي هنا الصوديوم كلورايد بلس الووتر. space are formed when non-metals burn in the presence of oxygen. لما هيحصل عندي هنا burning لنون metal in the presence of oxygen هيتكون عندي ايه؟ هيتكون عندي non-metal oxides اللي هي الاسيدك اوكسايدز. يبقى انا عندي هنا الاسيدك اوكسايدز اللي هي non-metal oxides بتتكون امتى؟ لما النون metals هيحصل لها burning in the presence of oxygen. طبعا عندي بقى لما هنعمل burning للميتالز in the presence of oxygen هيتكون عندي ايه؟ طبعا هيتكون عندي الميتال اوكسايدز او البيسك اوكسايدز. يبقى انا خد بالك الفرق. الاسيدك اوكسايدز هي النون ميتال اوكسايد بيتكون امتى؟ لما النون ميتالز بيحصل لها burning in the presence of oxygen. لكن عندي البيسك اوكسايدز هي الميتال
oxides بتتكون امتى؟ لما الميتالز بيحصل لها burning in the presence of oxygen. طيب بيقولي هنا examples of oxy acids. طبعا احنا قلنا oxy acids، يعني ايه oxy acids؟ زي مثلا عندي ال HNO3 ده كده oxy acid. ليه قلت ان هو oxy acid؟ لان الاتوميك جروب اللي فيه بيكون فيها اكسجين. فهنا بيقول لي هنا عايز اكزامبل على اوكسي اسيدز، هقول له مثلا زي عندي مثلا السلفوريك اسيد H2SO4 دوت. هنا عندي الاتوميك جروب اللي فيه اللي هي السلفيت جروب فيها اكسجين على طول، يبقى دوت هنا عندي اوكسي اسيد. زي عندي اللي لسه قايلينه دلوقتي HNO3 ده كده عندي اوكسي اسيد. طيب بيقول لي هنا examples of acids that don't contain oxygen زي ايه؟ زي مثلا الهيدروكلوريك اسيد HCl. طيب بيقول لي هنا examples of strong alkalis or space while from examples of weak alkalis or space. عايزني هنا اقول له example على strong alkali. هقول له strong alkali زي عندي الصوديوم هيدروكسيد. طبعا عندي هنا الويك alkali زي ايه؟ زي عندي هنا الامونيوم هيدروكسيد. الامونيوم هيدروكسيد دوت weak alkali. طيب عندنا هنا a substance that changes color depending on the medium is called. طبعا عندي ديت الانديكيتور. الانديكيتور دي عبارة عن substance لونها بيتغير امتى؟ على حسب الميديم اللي عندي، على حسب كان عندي acidic medium او neutral medium او alkaline medium. طيب بيقول لي هنا the litmus indicator turn space in an acidic medium. لو عندي هنا litmus indicator وحطيته في acidic medium لونه هيتحول للون الايه؟ اكيد طبعا للون الريد، يبقى the litmus indicator turns red in acidic medium. طب عندي هنا neutral solution has pH value of. طبعا انا عندي neutral solution على طول pH 7 more than 7 هيكون alkaline solution، less than 7 هيكون acidic solution. طيب the closer the pH value is to 0. كل ما هنقرب للزيرو the more هقول له the more acidic the solution is. تعالوا نشوف كده اهو مع بعض. انا كل ما هقرب من ال pH 0، طبعا احنا قلنا ال 7 ده neutral، pH 7 ده neutral. more than 7 هيكون alkaline، less than 7 هيكون acidic. فكل ما هقرب من 0 هيكون more stronger acid. يبقى أنا هنا عندي سؤال لو قال لي the closer the pH value to 0 هقول له the more acidic the solution is. كل ما هقرب من pH 0 كل ما السوليوشن هيكون more acidic يعني stronger acid. طيب بيقول لي هنا the indicator that can distinguish between the degrees of acidity and alkalinity is called. طبعا أنا هنا عندي degrees of acidity and alkalinity يعني ال strength of acids and alkali. طبعا أنا عندي ده مين؟ ده عندي ال universal indicator. ال universal indicator هو اللي بيفرق بين الأسيدز والألكالاي according to their degree أو their strength، على حسب القوة بتاعت الأسيدز والألكالاي اللي عندي. طيب بيقول لي هنا when metal oxides is dissolved in water. طبعا عندي الميتال اوكسايدز هي البيسك اوكسايدز. لما هنا بعمل ديسوليوشن للميتال اوكسايد في الووتر ايه اللي بيتكون؟ هقول له alkali is formed. طب لو عندي هنا non metal oxides، النون metal oxides هي الاسيدك اوكسايدز. لما بعمل لها dissolution in water ايه اللي بيتكون؟ هقول له acid is formed. يبقى انا عندي هنا الميتال اوكسايد هي البيسك اوكسايد، يبقى لما هعمل لها dissolution في الووتر هيكون عندي الالكالاي. والنون ميتال اوكسايدز هي الاسيدك اوكسايدز. لما هعمل لها dissolution في الووتر ايه اللي هيتكون؟ الاسيد هو اللي هيتكون. طيب بيقول لي هنا the compounds resulting from the reaction of acids and alkalis are called. لما عندي acid هيحصل له reaction مع base او alkali هيتكون عندي ايه؟ طبعا هيتكون عندي salt. طيب بيقول لي هنا the salt resulting from the reaction of hydrochloric acid with sodium hydroxide. طبعا عندي الهيدروكلوريك اسيد HCl مع الصوديوم هيدروكسيد هيتكون عندي ايه؟ السولت اللي هيتكون عندي طبعا NaCl بلس ووتر. يبقى السولت اللي هيتكون عندي هو هيكون الصوديوم كلورايد. طيب
The alloy consisting of copper and tin is called هقول له bronze alloy. طبعا احنا قلنا الكبر 95% وعندي التن بتكون 5%. طيب بيقول لي كمان adding other metals to pure metal improve their properties and the result is called هقول له طبعا alloy. يعني لو عندي هنا pure metal وبدأت أضيف عليه other metals ليه؟ to improve the properties of the pure metal عشان أحسن ال properties من ال pure metal ده هيتكون عندي إيه؟ أكيد هيتكون عندي الألوي. طيب بيقول لي بقى salts that dissolve in water form solution that are space conductors of electricity. يبقى أنا لما هاجي هنا آخد السولت واعمل له dissolution في الووتر هيتكون عندي solution. فهنا السوليوشن اللي هيتكون عندي ده السوليوشن اللي هيتكون ده هيكون ايه؟ هقول له طبعا هيكون good conductor of electricity. طيب عندي the substance used to neutralize soil acidity. لو عندي acidic soil وعايزة ان انا اعمل لها ايه؟ عايزة ان انا اضيف لها substance to neutralize this acidic soil. يعني عايزة اعمل لها treatment للacidic soil، عايزة ان انا اعالجها فهضيف لها اكيد alkaline substance. الالكالاين substance اللي هي مين؟ اللي هي الكالسيوم هيدروكسيد CaOH by 2. طيب بيقول لي هنا acid rains is formed when space or space gas dissolve in rain. طبعا انا عندي هنا الاسيد رينز بتتكون لما عندي النيتروجين دايوكسيد او عندي السلفر دايوكسيد gases dissolve in rain. طيب عندي هنا the substance used to treat stomach acidity. انا بستخدم ايه؟ بستخدم الميلك اوف مغنيسيا اللي هي المغنيسيوم هيدروكسيد MgOH by 2. خدوا بالكم الميلك اوف مغنيسيا من الابليكيشنز المهمة جدا جدا جدا. يبقى انا لو عندي stomach acidity لو عندي حموضة بستخدم ايه؟ بستخدم الميلك اوف مغنيسيا اللي هي المغنيسيوم هيدروكسيد. طب بيقولي هنا the process of converting waste into usable materials لسه قايلينها من شوية. طبعا هنا الريسايكلينج. طيب عندي هنا living organisms can't survive in the Dead Sea. ليه عندي هنا living organisms مش بتقدر ان هي تعيش في الديد سي؟ طبعا هقول له due to the high concentration of salts in water لان السالينيتي الملوحة درجة الملوحة للديد سي بتكون عالية جدا عشان كده living organisms can't survive in the sea. طيب بيقولي هنا the set of points through which a body passes during its motion is known as. لو عندي هنا set of points مجموعة من البوينتس بيعدي عليها البادي through its movement وهو بيتحرك بيبدأ يعدي على مجموعة البوينتس ديت بسمي الكلام ده ايه؟ بسميه path of movement. خدوا بالكم من الديفينيشنز المهمة. يبقى عندي هنا الباث اوف مومنت عبارة عن ايه؟ عبارة عن set of points مجموعة من البوينتس through which من خلالهم عندي هنا الأوبجكت ايه؟ الأوبجكت بيعدي عليهم a body passes during its motion لما بيكون بيتحرك بيبدأ يعدي على البوينتس دي هي دي الباث of movement. طيب بيقولي هنا distance is defined as space traveled by a moving body from starting point to space. طبعا هقول له ان distance دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن the total length of the path traveled by a moving body from the starting point to the end point. اهو انا عندي هنا دي هنا ال starting point ودي عندي هنا ال end point. فانا ممكن اعدي من الطريق ده ممكن اعدي من الطريق ده. فانا عندي هنا the total length of the path traveled by the moving body. هنا الطريق كله اللي هعدي عليه من ال starting point to the end point هي دي ال distance اللي عندي. لكن عندي بقى ال displacement عبارة عن ايه؟ عبارة عن the shortest straight line أقصر طريق مستقيم the shortest straight line between the starting point and the end point. يبقى اللي بعدها أقول له إن displacement is defined as the shortest straight line between the starting point and the end point. طيب بيقول لي هنا the distance traveled during a unit time is defined as. بيقول لي هنا distance
over time the distance travel during a unit time. طبعا دوت الايه دي طبعا عندي السبيد، لكن عندي the ability to perform work هقول له طبعا دي الانرجي. طيب اللي بعده بيقول لي potential energy is the energy space in a body. طبعا انا عندي هنا البوتنشال انرجي، افتكر على طول potential يعني stored energy، الانرجي اللي متخزنه in a body as a result of space exerted on it. طبعا as a result of work، لما يحصل عندي work هتبدأ عندي الانرجي stored in the body in the form of potential energy. يبقى على طول stored تبقى على طول مين؟ تبقى potential energy. طيب بيقول لي هنا work is the amount of energy required to move a body space in the same direction as the space acting on it. طيب بيحصل عندي هنا امتى work؟ لما بيكون يحصل عندي فورس على الاوبجكت ده. عندي هنا اوبجكت وببدا ان انا ازقه، يعني بيكون هنا في فورس على الاوبجكت ده، والاوبجكت ده بيبدا ان هو بيتحرك displacement، يعني بيحصل عندي displacement، هيتحرك in the same direction of the acting force. يبقى هنا بتحصل عندي displacement في نفس direction of acting force. يبقى هنا بيقول لي الورك ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ال amount of energy required to move a body through displacement in the same direction as the acting force acting on it. يعني ايه؟ يعني الورك ده عبارة عن الانرجي اللي هحتاجها عشان احرك البادي ده displacement معينة، والدisplacement دي لازم تكون in the same direction of the force acting on it. لازم يكون في نفس اتجاه الفورس اللي بتأثر على البادي ده. زي ما قلنا الفورس في الدايركشن ده يبقى الدisplacement in the same direction of the acting force، يبقى على طول هنا هيحصل عندي ايه؟ work. طيب يقول لي هنا energy is measured in units of space. طبعا انا عندي هنا الانرجي بقيسها بايه؟ measuring units of energy طبعا جول، لكن عندي الورك برضو الميجرنج يونت بتاعتها هتكون ايه؟ هيكون الجول. يبقى هنا الجول هي اليونت اوف ميجرمنت اوف ورك، وكمان الانرجي ما احنا لسه قايلين ان الورك عباره عن ايه؟ عباره عن الاماونت اوف انرجي، يبقى الورك عباره عن انرجي، يبقى على طول اكيد الميجرنج يونت بتاعته هي نفس اليونت بتاعت الانرجي اللي هي الجول. طيب بيقول لي هنا mass is measured in unit of ايه؟ طبعا الميجرنج يونت of mass هي الكيلو جرام، لكن الويت is measured by نيوتن. الميجرنج يونتس مهمة جدا جدا جدا. طيب بيقول لي هنا the work done is directly proportional to. علشان اعرف هنا الwork directly proportional to ايه؟ لازم افتكر الايه؟ هفتكر الرول بتاعه. احنا قلنا ان عندي الwork equal الفورس times displacement، يبقى انا عندي هنا الwork directly proportional to الفورس، وكمان directly proportional to displacement. يبقى هنا السؤال بتاعي هقول له ان the work done is directly proportional to force and displacement. طيب عندي هنا units of measurement of speed or space and space، لكن عندي displacement is measured in units of space. طبعا عندي هنا measuring units of speed هتكون المتر per second، وكمان الكيلومتر per hour، لكن عندي الديسبليسمنت بتكون measuring units بتاعتها هتكون المتر. تاني سؤال عندنا what is meant by each of the following. أول حاجة عندي الميتالز. طبعا عندي الميتالز عبارة عن إيه؟ عبارة عن elements whose atoms contains 1, 2 or 3 electrons in the outermost energy level. هنا عندنا الميتالز بيكون فيه يا إما 1 أو 2 أو 3 electrons في الاوترموست انرجي ليفل. طبعا عندي النون ميتالز، قلنا النون ميتالز بيكون الاوترموست انرجي ليفل فيها بيكون يا اما 5 او 6 او 7 electrons. يبقى اقول له النون ميتالز عباره عن الاليمنتس whose atoms contains يا اما 5 او 6 او 7 electrons in their outermost energy level with the exception. في عندنا بقى exception في النون ميتال، عندنا 2 exceptions. اول حاجه الهيدروجين. الهيدروجين ده نون ميتال بس بيكون فيه 1 الكترون بس في الاوتر موست انرجي ليفل. طبعا احنا عندنا الهيدروجين الاتوميك نمبر بتاعه 1، يعني لما هاجي اعمل له الكترونيك كونفيجريشن هيكون عندي هنا 1 في الكي ليفل. وبرده طبعا احنا عارفين ان الهيدروجين ده جاز يعني نون ميتال، وهنا في 1 الكترون بس في الاوتر موست انرجي ليفل، فده هنا عندي اكسبشن في النون ميتالز.
كمان عندي من الاكسبشنز في النون ميتالز الكربون. الكربون طبعا هنا عندي الاتوميك نمبر اوف كربون بيكون كام؟ 6. يعني لما اجي اعمل الكترون كونفيجريشن هيبقى 2 4. عندي هنا 4 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، وهو برضو من النون ميتالز. يبقى انا عندي هنا النون ميتالز بيكون فيه يا اما 5 او 6 او 7 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل، اكسبت 2 من الاكسبشنز اللي عندي. الهيدروجين بيكون عندي 1 الكترون في الاوتر موست انرجي ليفل، والكربون بيكون فيه 4 الكترونز في الاوتر موست انرجي ليفل. الكلام ده مهم ويجي في اسئله كومبليت كمان، خدوا بالكم. طيب بيقول لي هنا عندي الميتاليك بوند، شرحناها من شويه. طبعا احنا قلنا ان الميتالز بتكون ايه؟ بتكون بوزيتيف ايونز، وبيكون في هنا حواليها كلاود من الفالنس الكترونز، فبيحصل بينهم attraction. فهنا عندي الاتراكشن فورس between البوزيتيف metal ions and the surrounding cloud، والسحابة اللي حواليها من الايه؟ من النيجاتيف فالنس الكترونز، هي دي الميتاليك بوند. يبقى نرسم الرسمة بتاعتنا البسيطة دي وهنعرف ان احنا نطلع منها الديفينيشن. مش بنحفظ definitions، بنفهم عشان نقدر ان احنا نكتب الديفينيشن بتاعنا. طيب بيقول لي هنا الالوي. الالوي عباره عن ايه؟ عباره عن ميكتشر. الميكتشر ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من 2 or more molten metals. احنا قلنا علشان يتكون عندي الوي بجيب عندي 2 or more metals واعمل لها melting، وبعد كده بعمل mixing ما بينهم، فبيتكون عندي homogeneous mixture. الهوموجينس ميكتشر ده هو الالوي اللي عندي، هي دي السبيكه بتاعتي. طيب يعني ايه بقى ريسايكلينج؟ اللي هي اعاده التدوير. هي عباره عن the process of converting waste into new usable substances. انا عندي هنا الويست، عندي هنا النفايات، ببدا ان انا احولها لنيو ماتيريالز ready to use. فهنا عندي البروسيس دي بسميها ايه؟ بسميها ريسايكلينج، يعني اعاده التدوير. عندي حاجه، عندي ويست، انا مش عارفه استخدمه في ايه، خلاص نفايات هنا مش محتاجاها في حاجه، فهبدا ان انا احولها لنيوزابل سبستانسز او نيوزابل ماتيريالز. يعني اتكونت عندي حاجه ليها فايده بعد كده، فعملت لها ايه؟ ريسايكلينج، يعني اعاده تدوير. طب عندي هنا الاتوميك جروب. يعني ايه اتوميك جروب؟ عباره عن an ion consisting of more than one atom of different elements. طيب تعالوا كده نكتب كده عندي اي atomic group. زي مثلا عندي مثلا ال NO3. ال NO3 هطلع منها ال definition of atomic group. عبارة عن ايه الاتوميك جروب دي؟ عبارة عن ايون. اهو ايون، طالما عندي هنا تشارج عندي يبقى ده على طول ده ايون. الايون ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من more than one atom. فعلا في more than one atom، في عندي هنا واحدة نيتروجين وثلاثة اكسجين، يبقى more than one atom لنفس الاليمنت؟ لا طبعا of different elements. انا هنا عندي نيتروجين وعندي اكسجين، يبقى الاتوميك جروب عباره عن ايه؟ عباره عن اين. الاين ده consisting of more than one atom of more than one element. طيب يعني ايه acids؟ هقول له ان الاسيدز دي عباره عن the substances that when dissolved in water increase the concentration of hydrogen cations in solution. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا الاسيد لما بعمله dissolution in water بيتكون عندي ايه؟ بيتكون عندي الهيدروجين كاتاينز في السوليوشن. يبقى هي عباره عن السبستانسز that when dissolved in water، لما بعملها dissolution في الووتر هيحصل ايه؟ هيحصل عندي increasing in the concentration of hydrogen cations. هنا عندي الهيدروجين cations concentration increase in the solution. لكن عندي بقى البيزس عبارة عن السبستانسز that when dissolved in water increase the concentration of hydroxide anion in the solution. اهو انا عندي هنا الالكالاي او البيز، ببدا ان انا اعمله dissolution في الووتر، فبلاقي عندي ان هيحصل increasing للconcentration of hydroxide anion in the solution. يبقى عباره عن ايه البيزس او الالكالايز؟ عباره عن السبستانسز that when dissolved in water هيحصل لها ايه؟ هيحصل increasing للconcentration of hydroxide anions in the solution.
طيب يعني بقى ايه اوكسي اسيدز؟ انا عندي هنا الاوكسي اسيدز زي مثلا ال H2SO4، زي عندي مثلا ال HNO3، دي كده اوكسي اسيدز. طيب يعني ايه بقى اوكسي اسيدز؟ هبص هنا على الاتوميك جروب اللي موجوده في الاوكسي اسيد، هبص هلاقي فيها ايه؟ هلاقي فيها اكسجين، علشان كده بسمي الاسيد ده اوكسي اسيد. فانا عندي هنا الاوكسي اسيد عباره عن ايه؟ عباره عن acids that contain oxygen، اهي الاسيدز اللي بيكون فيها oxygen in their atomic group، او انا عندي هنا oxygen في الاتوميك جروب اللي موجوده في الاسيد بتاعي. in addition طبعا to hydrogen، لازم يكون عندي طبعا هيدروجين، زي عندي النيتريك اسيد اهو النيتريك اسيد، وزي عندي السلفوريك اسيد اهو عندي السلفوريك اسيد، هي دي الاوكسي اسيد. طيب ايه هي بقى السترونج اسيدز؟ طبعا انا عندي strong acids، يعني الاسيدز that are good conductors of electricity، زي عندي الهيدروكلوريك اسيد ال HCl، وكمان زي عندي النيتريك اسيد HNO3، دي طبعا دي strong acids، وكمان عندي السلفوريك اسيد H2SO4، كل دي strong acids. طيب بقى بالنسبة للويك acids، احنا قلنا strong acids بتكون good conductors of electricity، والاكزامبلز مهمة جدا. لكن عندي الويك acids اللي هي الاسيدز that are poor conductor of electricity، زي ايه؟ زي عندي الاسيتيك اسيد اللي هو الفينيجر الخل، وزي عندي النيترس اسيد اللي هو ال HNO2، وكمان زي عندي السلفرس اسيد اللي هو H2SO3. كل دي examples على الويك acids مهمين جدا جدا جدا. طيب يعني ايه بقى bases؟ البيزس عبارة عن substances that when dissolved in water increase the concentration of hydroxide anion in the solution. يعني البيزس دي عبارة عن substances لما ببدأ ان انا احطها في الووتر واعملها dissolution، ادوبها في الووتر، هيحصل ايه؟ هيحصل increasing للهيدروكسيد anions، يبقى هو ده definition of the base. طيب بيقولي هنا oxides، يعني ايه oxides؟ هقول الأوكسايدز عبارة عن chemical compounds resulting from the combination of a metallic or non-metallic elements with oxygen، زي عندي مثلا مين؟ زي عندي مثلا المغنيسيوم اوكسايد دوت كده، عندي ايه؟ ده هنا عندي اوكسايد، الاوكسايد ده اتكون نتيجة ايه؟ اتكون نتيجة ان انا عندي metal element حصل له combination مع الاكسجين، زي عندي مثلا SO2 سلفر دايوكسيد، عندي هنا non metallic element اللي هو السلفر حصل له combination مع الاكسجين فتكون عندي اوكسايد. يبقى الاوكسايد عبارة عن chemical compounds بتتكون نتيجة ايه؟ resulting from the combination of metallic or non-metallic element، metallic or non-metallic element مع الايه؟ هيحصل ايه للميتال او النون ميتال؟ هيحصل له combination مع الاكسجين، يبقى combination of a metallic or non-metallic element with oxygen. طب عندي الاسيد رين، دي عبارة عن الرين اللي هتكون نتيجة ايه؟ resulting from the dissolution of acidic oxides in the atmospheric water vapor. انا عندي هنا الاسيديك oxides اللي هم النون ميتاليك oxides، زي مثلا عندي ال SO2 وزي عندي ال NO2، لما هيحصل لهم dissolution في الاتموسفيريك ووتر فيبر هتبدأ تتكون عندي acids، زي مثلا عندي ال H2SO4 وزي عندي ال HNO3، وهيبدأوا ينزلوا مع الرين، هينزلوا مع المطر، الاسيدز دي هتنزل مع المطر فهيحصل عندي acid rain اللي هي الامطار الحمضيه. يبقى الاسيد رين عباره عن ايه؟ عباره عن الرين resulting from the dissolution of acidic oxides اللي هي non-metallic oxides in the atmospheric water vapor، لما يحصل زي ما قلنا dissolution للاوكسايدز ديت، للاسيديك اوكسايدز او النون ميتال اوكسايدز دي في الاتموسفيريك ووتر فيبر، هتتكون عندي اسيدز وهتنزل مع الرينز وتتكون عندي الاسيد رينز. مش بنحفظ definitions، مش بنحفظ definitions، افتكروا. طب عندي البرونز alloy، احنا قلنا الالوي عامة عبارة عن mixture of metals، فهنا عندي بقى البرونز alloy mixture of ايه؟ mixture consisting of copper، الكبر بقى البرسنتج بتاعته 95% and 10
5%. طبعا الاتنين دول metals، طالما كونوا alloy يبقى الاتنين دول metals. وطبعا عندي البرونز alloy دي used in making jewelry، بستخدمها عشان اعمل بيها المجوهرات والستيتز التماثيل and medals. طيب عندي بقى الاسيديك اوكسايدز. قلنا اسيديك اوكسايدز يعني non metallic oxides، زي عندي مثلا ال SO2، زي مثلا عندي ال NO2. ديت هنا عندي non metallic oxides، يعني oxides اتكونت نتيجة combination between non-metal مع oxygen. فهنا عندي بقول لك ان الاسيديك اوكسايدز هي النون ميتاليك اوكسايدز. طيب النون ميتاليك اوكسايدز دي لما بيحصل لها dissolution in water بيتكون عندي ايه؟ بيتكون عندي acids. يبقى الاسيديك اوكسايدز عبارة عن non metallic oxides that dissolve in water to form acids، يعني لما هاخدها كده وهدوبها في الووتر هيتكون عندي ايه؟ acids. وافتكر كده acidic oxides يعني لما بتدوب في الووتر بتكون عندي الاسيدز. لكن عندي البيسك اوكسايدز. بيسك اوكسايدز يعني ميتاليك اوكسايدز، زي مثلا عندي ال MgO اهو ميتال مع اكسجين يعني ميتاليك اوكسايدز. وهنا بيقول لي ان some of which في منهم لما بعمل له dissolution في الووتر بيتكون عندي هنا بقى ايه؟ بيتكون عندي الكالايز. يبقى البيسك اوكسايدز لما بيحصل لها dissolution في الووتر بيتكون عندي الكالاي. الكلام ده مهم وبيجي عليه طبعا اسئله في كومبليت. طيب اللي بعده بيقول لي هنا البي اتش. البي اتش ده عباره عن ايه؟ عباره عن graduated scale، عباره عن هنا تدريج كده مدرج بنمبرز. طبعا هنا في 7 يعني نيوترال، وطبعا more than 7 لحد ال 14 هنا يعني alkalis، وهنا less than 7 لحد ال 0 يعني acidic. يبقى هنا عندي ده عبارة عن graduated scale with numbers ranging between 0 and 14. اهو عندي هنا من 0 ل 14 used to determine the acidity or alkalinity of solution. يبقى انا عن طريق السكيل ده، عن طريق البي اتش سكيل، بعرف اذا كان اللي عندي ده اسيد ولا الكالاي. وكمان بفرق بينهم عن طريق السترينث، سواء سترونج اسيد او ويك اسيد او سترونج الكالاي او ويك الكالاي. طيب يعني ايه بقى salts؟ السولتس دي عبارة عن ايه؟ mostly ionic compounds. يعني ايه ionic compounds؟ يعني اتكونت نتيجة ionic bond. زي مثلا عندي ايه؟ زي مثلا عندي الصوديوم كلورايد. هنا عندي السولتس بتتكون by combination of an alkali cation with acid anion result from the reaction of acids and alkali. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو عندي اسيد زي عندي الهيدروكلوريك اسيد، وعندي كمان الالكالاي زي ال NaOH الصوديوم هيدروكسيد، هنا عندي بيتكون سولت اللي هو الصوديوم كلورايد بلس الووتر. طب انا عندي هنا الصوديوم كلورايد اتكون نتيجة ايه؟ انا عندي ده كده الاسيد. انا عندي الاسيد بيتكون من كاتاين واناين، وهنا عندي ده الالكالاي برضو بيتكون من كاتاين واناين. فهنا عندي بقى الصوديوم كلورايد. هنا الصوديوم اخده منين؟ اخده من الالكالاي كاتاين. اهو انا عندي هنا الالكالاي كاتاين، الكاتاين اللي موجود في الالكالاي. طب عندي الكلورايد ده اخده منين؟ اخده من الاسيد اناين. يبقى انا عندي هنا السولز formed by combination of alkali cation. اهو الالكالاي الكاتاين بتاعه with an acid anion. اهو عندي الاسيد وده الاناين بتاعه. وبيقول لي the result from the reaction of acids and alkali. ده بالنسبة للسولز. طيب يعني ايه باث؟ قلناها من شوية، قلنا عبارة عن set of points that a body passes through during its motion. عبارة عن set of points، مجموعة كده من البوينتس اللي بيعدي عليهم البادي، اللي هيعدي عليهم البادي during its motion وهو بيتحرك. ده بالنسبة للباث. طب يعني ايه
distance. distance هي the total length of the path taken by a body during its movement from starting point to end point. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا لو عندي مثلا الستارت بوينت مثلا البيت بتاعي هو ده الستارت بوينت، وعندي الشغل بتاعي هو ده الاند بوينت وليكن مثلا بي. فعندي هنا عشان اروح من الستارتنج بوينت للاند بوينت همشي المسافة دي. فعندي هنا المسافة دي هي الديستنس، هي the total length الطول الكلي of the path taken by a body during its movement from starting point to end point. هو ده الايه الديستنس. طب يعني ايه بقى الديسبليسمنت؟ زي ما قلت انا عندي هنا دي مثلا الستارت بوينت، وهنا عندي ديت مثلا الاند بوينت، انا رايحه من البيت للشغل. قلنا ان دي بسميها ايه؟ دي كده بسميها ديستنس، دي بسميها ديستنس. لكن انا لو مشيت هنا في straight line فبقول عليه هو مين؟ هو الديسبليسمنت. يبقى الديسبليسمنت هي the shortest straight line، هي أقصر طريق مستقيم from starting point to end point. The shortest straight line path connecting the starting point and the ending point in a fixed direction، وطبعا بيكون في اتجاه معين. طب يعني ايه speed؟ هقول له speed يعني distance over time، يعني the distance covered per unit time ديت السبيد. طب يعني ايه energy؟ الانرجي هي the ability to do work، هي القدرة ان انا اعمل work، ان انا ابذل شغل، هي دي الانرجي. طب يعني ايه potential energy؟ قلنا potential يعني energy stored، يبقى the energy stored in a body as a result of the work done on it. يبقى لما هيحصل عندي work، هنا الwork ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن energy. فالانرجي هتتخزن فين؟ stored in the body in the form of potential energy. يبقى potential energy هي الانرجي اللي هتتخزن في البادي نتيجة ايه؟ النتيجة ان هيحصل عندي هنا ايه؟ هيحصل عندي work. طيب يعني ايه work؟ قلنا علشان يحصل work لازم يكون عندي مثلا هنا ايه object، وبدأت ان انا اثر عليه بفورس فبدأ ان هو يتحرك وحصل عندي هنا displacement. بس هنا عندي displacement دي لازم تكون in the same direction، في نفس direction of acting force. فهنا هقول له ان الwork عبارة عن ال amount of energy required to move an object، اللي هتحرك هنا الobject ده a certain displacement إزاحة معينة in the same direction as the force acting on it، في نفس الدايركشن بتاع الفورس اللي هتأثر عليه. فبنقول على طول إن حصل عندي هنا work. السؤال اللي بعده بيقول لي what are the benefits, harms or most important functions of each of the following؟ هنقول له بقى ال benefits أو ال harms أو ال most important functions كل واحد من دول. أول حاجة عندي الجرافايت، فهقول له الجرافايت ده كنا بنستخدمه في إيه؟ طبعا الجرافايت ده كان نون ميتال، وقلنا إن هو النون ميتال الوحيد اللي بيكون good conductor for electricity. علشان كده الجرافايت used in the manufacturing of dry cell batteries، بستخدمه في صناعة البطاريات الجافة. طيب عندي هنا البرونز ألوي، احنا قلنا ان البرونز ألوي بتتكون من ايه؟ بتتكون من كبر وكمان معاه تن، فكنا بنستخدمها in making jewelry وكمان status وكمان الميدلز. طب عندي the number of electrons in the outer shell of the atom. طبعا انا لما ببص على ال outermost energy levels وهبص على ال number of electrons اللي موجودين فيه، بعرف على طول اذا كان اللي عندي دوت metal ولا non metal. طيب لما هعرف ان هو metal ولا non metal، هعرف بقى اذا كان هيحصل بين الاليمنتس اللي عندي دي هيحصل بينهم ionic bond ولا covalent bond. يبقى هقول ان انا عندي هنا ال number of electrons in the outermost energy levels determines the types of chemical bonds and elements forms، سواء عندي ionic compounds او covalent compounds هتتكون and affect the strength of the metallic bond، وكمان عن طريق ال number of electrons اللي موجودة في ال outermost energy level هنعرف كمان ال strength of metallic bond. ده بالنسبة لل number of electrons in the outermost energy level. طيب عندي هنا ال recycling of elements. طبعا عندي هنا ال recycling
converts waste into usable materials. بنحول النفايات into usable materials لماتيريالز ممكن نستخدمها. هو ده الريسايكلينج اللي هو إعادة التدوير. طيب الهيدروكلوريك أسيد in our bodies. احنا قلنا ان الهيدروكلوريك أسيد بيكون موجود في الاستومك، فهنقول ان الهيدروكلوريك أسيد اللي هو ال HCl secreted by the stomach that aids in the digestion of food. بيساعد طبعا in the digestion of food في هضم الطعام. طيب بالنسبة بقى للليتمس ستريبس in the laboratory، بستخدمها في ايه في اللابوراتوري بتاعي، في المعمل بتاعي. هقول له to distinguish between acidic, alkaline and neutral substances. بفرق بالليتمس ستريبس بين الاسيدك substances والالكالاين substances والنيوترال substances. طيب بالنسبة لللاكتيك أسيد هقول له إن اللاكتيك أسيد ده provides muscles with the necessary energy during oxygen deficiency. اللاكتيك أسيد بيبدأ إن هو يمد المسلز بتاعتي لما مثلا بعمل مثلا physical activity، بعمل أي نشاط مثلا بجري، بلاقي إن اللاكتيك أسيد هيبدأ يروح للمسلز. ليه؟ to provide the muscles with the necessary energy during oxygen deficiency. طيب بالنسبة بقى للمغنيسيوم ميلك أو الميلك أوف مغنيسيا، طبعا الميلك أوف مغنيسيا contains magnesium hydroxide. فهقول إن الميلك أوف مغنيسيا used as a temporary treatment to neutralize stomach acidity. أنا بستخدمه عشان أعمل neutralization للأسيديتي of the stomach، لحموضة المعدة. لما حد بيكون عنده حموضة بيبدأ ياخد دواء اللي هو الميلك of مغنيسيا. ليه؟ لأن الميلك of مغنيسيا contains magnesium hydroxide دوت كده الكالاي. لما هبدأ ان انا اخده وهينزل هنا عندي على الاستومك وهيلاقي ان في acidity يعني في increase للأسيد of the stomach، فهيبدأ يعمل له neutralization، هيعادله. فعشان كده هيعالج لي بقى، هيعمل لي treatment للستومك acidity. يبقى هقول له ان الميلك of مغنيسيا used as a temporary treatment to neutralize stomach acidity. طيب بالنسبة بقى للأسيد رين هنقول ان الأسيد رينز بتسبب حاجات كتير، زي مثلا causes destruction of forests، بتدمر الفورس الغابات، و harms aquatic organisms، بتضر طبعا الكائنات البحرية، و erodes building stones، وهتبدأ ان هي تعمل erosion للبيلدينجز، تآكل للمباني. وكمان cause respiratory health problems، كمان بتأثر على الهيومنز ان هي بتعمل له respiratory problems، بتعمل مشاكل في الجهاز التنفسي بتاعه. طيب عندي بقى السلفر النيتروجين اوكسايد. طبعا عندي هنا السلفر دايوكسايد والنيتروجين دايوكسايد، احنا جبنا سيرتهم واحنا بنتكلم عن الاسيد رينز. طبعا احنا قلنا ان انا عندي السلفر دايوكسايد وكمان النيتروجين دايوكسايد دول نون ميتال اوكسايدز، يعني اسيدك اوكسايدز، بيحصل لهم dissolution in the atmospheric water vapor. لما يحصل لهم بقى dissolution في الاتموسفيريك ووتر فيبر هيحصل ايه؟ هتتكون عندي acids، مش هم acidic oxides، يبقى هيتكون عندي acids، فهتنزل مع الرينز وهتكون عندي الاسيد رينز. يبقى هقول له ان السلفر النيتروجين اوكسايدز result from combustion، بيتكونوا نتيجة الكومبشن لما بيحصل احتراق، and dissolve in atmospheric water vapor to form acid rains، وبيحصل لهم dissolution في الاتموسفيريك ووتر فيبر وبيتكون عندي الاسيد رين which cause severe damage to humans and the environment. وطبعا الاسيد رينز دي بتكون دامج كبير جدا 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 للهيومن وكمان للانفايرمنت. طيب عندي هنا الاسيدز in our lives، زي عندي مين؟ زي عندي الهيدروكلوريك اسيد. الهيدروكلوريك اسيد secreted by the stomach زي ما قلنا. طيب بيعمل ايه بقى الهيدروكلوريك اسيد؟ aids in the food digestion، بيساعد على هضم الطعام. وكمان قلنا اللاكتيك اسيد لسه متكلمين عنه وقلنا ان هو provides muscles with the necessary energy لما بيكون في oxygen deficiency during physical exercise. ده بالنسبة لللاكتيك اسيد. طيب بالنسبة بقى للالكالايز in our lives، ايه بقى فايدة الالكالايز؟ هقول له مثلا زي ايه؟ زي مثلا عندي الميلك اوف مغنيسيا، لسه قايلينه دلوقتي. الميلك اوف مغنيسيا قلنا contains magnesium
hydroxide وبستخدمه في ايه؟ used as temporary treatment to neutralize stomach acidity. طبعا بستخدمه عشان اعالج الستومك acidity. وكمان عندي الكالسيوم هيدروكسيد. الكالسيوم هيدروكسيد قلنا بنستخدمه في ايه؟ طبعا عشان اعمل treatment للاسيدك soil، يبقى is added to acidic soil to treat it. بعمل هنا treatment للاسيدك soil. طيب بالنسبة بقى للأسيدك أوكسايدز اللي هي النون ميتال أوكسايدز، قلنا they cause air pollution and the formation of acid rains which form plains and buildings. احنا قلنا تاني acidic oxides اللي هي non metal oxides، زي عندي ال NO2 النيتروجين دايوكسيد، وزي عندي ال SO2 السلفر دايوكسيد. بيعملوا ايه؟ بيعملوا air pollution. طبعا دول بيطلعوا نتيجة ايه؟ نتيجة الكومبشن، نتيجة الاحتراق، فبيعملوا air pollution. لما يعملوا تلوث بقى للاير هيحصل عندي ايه؟ formation of acid rains which harm plants and buildings. طيب عندنا بقى البيسك اوكسايدز. احنا قلنا بيسك اوكسايدز يعني ميتال اوكسايدز. قلنا البيسك اوكسايدز لما بيحصل لهم ديسوليوشن في الووتر بيتكون عندي ايه؟ بيتكون عندي الكالاي. زي مثلا ايه الالكالايز اللي ممكن تتكون عندي؟ زي مثلا عندي الكالسيوم هيدروكسيد، وزي مثلا عندي المغنيسيوم هيدروكسيد. دول بيتكونوا نتيجة ايه؟ نتيجة ان انا عندي بيسك اوكسايدز وعملت لهم ديسوليوشن في الووتر. فانا هنا لما يتكون عندي الكالسيوم هيدروكسيد هستخدمه في ايه؟ طبعا in the treatment of acidic soil. طبعا دي ال MgOH by 2 اللي هو المغنيسيوم هيدروكسيد هستخدمه في ايه؟ هستخدمه ان انا هعمل منه الميلك اوف مغنيسيا to treat stomach acidity. يبقى انا ما عنديش حاجه صريحه للبيسك اوكسايدز، فهقول البيسك اوكسايدز لما بعملها ديسوليوشن في الووتر هيتكون عندي ايه؟ هتكون عندي الكالايز. الالكالايز زي ده وزي ده، وعارفين طبعا ده بيستخدم في ايه وده بيستخدم في ايه. طيب عندي بقى adding tin to copper. طبعا انا عندي هنا الكبر لوحده ده pure metal، فببدأ ان انا اضيف عليه التن عشان اكون البرونز alloy. طبعا عندي البرونز alloy بتكون ايه؟ characterized by its hardness compared to copper. بيكون الهاردنس بتاعتها اكبر من الكبر لوحده، وكمان resistance to rusting كمان مش بتصدي. وكمان هقول له ان البرونز alloy ديت بتكون considered one of the most famous alloys used in the industry of jewelry وكمان الميدلز and status. ده بالنسبة للكبر and tin مع بعض بيكونوا البرونز alloy. هقول له بقى ال properties of bronze alloy وكمان هقول له ال uses of bronze alloy. طيب بيقول لي هنا metallic bonding in the manufacture of electrical wires. طبعا انا عندي هنا الالكتريكال وايرز انا بعملها من ايه؟ بعملها من الميتالز. تعالوا كده نفتكر مع بعض كده شكل الميتاليك بوندنج كان بتتكون ازاي. كان بيكون عندي هنا في الميتالز positive ions surrounded by free negative electrons اللي هي الكلاود of free negative electrons. فانا عندي هنا الفري نيجاتيف الكترونز دي هي اللي بتخلي ان الميتالز دي conduct electricity. يبقى انا عندي هنا الميتاليك بوندنج provides free electrons within the metal. بيكون عندي هنا free electrons making metals conduct electricity، وده بيخلي ان الميتالز conduct electricity. وزي ما احنا عارفين ان احنا قلنا الميتالز used in the manufacture of electrical wires. طيب عندي بعد كده adding calcium hydroxide to soil. طبعا احنا ليه بنحط هنا عندنا الكالسيوم هيدروكسيد to soil؟ طبعا احنا بنضيفه to the acidic soil to treat the acidic soil او السويل acidity علشان اعالج السويل acidity. ليه؟ لان انا عندي هنا لما السويل بتكون acidic soil ببدأ ان انا لازم اضيف عليها ايه؟ الكالاي اللي هو الكالسيوم هيدروكسيد. طيب عندي الريسايكلينج اوف الومنيوم. طبعا انا عندي الريسايكلينج بيعمل ايه؟ to save energy and raw materials علشان انا احافظ على الانرجي على الطاقه والرو ماتيريالز اللي هي المواد الخام، وكمان
to reduce environmental pollution علشان طبعا نحافظ على environment بتاعتنا من pollution من التلوث. طيب بالنسبة بقى للuniversal indicator هقول له to distinguish between the acids and alkalis and between different acids and alkalis according to their strengths. احنا قلنا ان انا عندي الuniversal indicator مش بس بيفرق بين الاسيدز والالكالايز، لا كمان بيفرق بينهم according to their strengths، سواء عندي strong acid او weak acid او strong alkali او weak alkali. طيب عندنا كمان ال pH meter. طبعا احنا قلنا ان ال pH meter بستخدمه في ايه؟ to determine the pH value of the solutions directly and accurately. اهو انا هنا عندي ده solution، ببدأ ان انا انزل هنا الرد بتاع ال pH meter في السوليوشن، بلاقي هنا في number هيبدأ يظهر هنا على السكرين. النمبر ده هو ال pH value of the solution، وهنا بيقول لي ان ال pH meter دوت بيقيس هنا ال pH directly، يعني على طول كده مجرد ان انا انزل الرود بيظهر عندي النمبر هنا، وكمان accurately كمان بدقة عالية، على عكس مين؟ على عكس الuniversal indicator. احنا قلنا ان الuniversal indicator بيدينا approximate measurement، يعني نتيجة تقريبية. وكمان بيقول لي ان ال pH value في ال pH meter displayed immediately on the device's digital screen. هنا عندي ال pH بتظهر على طول كده في ساعتها على الديفايس digital screen، على الشاشة الديجيتال اللي موجودة هنا على الديفايس بتاعنا. يبقى هقول له ان ال pH meter determines the pH value of solutions directly and accurately, where the pH value of the solutions appears immediately on the device's digital screen. طيب بالنسبة بقى للساينتست سورين سورنسن، طبعا احنا قلنا ان سورين سورنسن invented the hydrogen scale اللي هو ال pH scale. طبعا ال pH scale ده to distinguish between الأسيدك والبيزك and the neutral solutions. طيب آخر حاجة عندنا scientist أرهينيوس. طبعا احنا قلنا ان أرهينيوس عمل ايه؟ explained that acids dissociated in water to get positive hydrogen ions. يعني لما هحط الأسيد في الووتر هيبدأ ان هو يديني الهيدروجين كاتاينز، لكن عندي الالكالايز dissociated in water to give negative hydroxide ions OH negative. لما باجي احط هنا الالكالايز في الووتر هيبدأ يتكون عندي hydroxide anions. ده اللي قاله أرهينيوس. احنا كده خلصنا part 1 من التقييم، هنزل لكم على طول بإذن الله part 2. لو استفدت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب حالا عشان أول ما انزل part 2 يوصلك على طول. أشوفكم المرة الجاية على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.